نظرة تانية على كلمة الإمكانيات، والعنوان ده بيرجعنا لفكرة الإمكانيات ولسؤال مهم: هل ممكن الاختبارات أو الخبراء يقولوا لنا إحنا هنقدر نعمل إيه أو نحقق إيه وهنبقى إيه في المستقبل كمان؟ طريقة التفكير الثابتة بتقول تقدر تقيس القدرة الثابتة دلوقتي وتتنبأ بالمستقبل كمان. مجرد اختبار بسيط أو تسأل خبير، مفيش داعي لبلورة سحرية يعني. بس مش الإمكانيات معناها القدرة على التطور بالمجهود مع الوقت، وده أصل الموضوع. إزاي نقدر نعرف المجهود والوقت هيودوا الشخص لفين؟ مين يعرف؟ يمكن الخبراء كانوا صح بخصوص جاكسون ومارسيل وألفيس وراي ولوسيل وتشارلز من ناحية مهاراتهم وقتها. يمكن هم ما كانوش لسه الأشخاص اللي هيبقوا بعدين. أنا مرة رحت معرض في لندن لرسومات بتاعة بول سيزن، بس كان في بداياته، وأنا في طريقي كنت بسأل نفسي هو سيزن كان عامل إزاي قبل ما يبقى الفنان اللي احنا نعرفه دلوقتي. كنت متشوقة قوي لأن سيزن من أكتر الفنانين اللي أنا بحبهم، وهو اللي يعتبر مهد الطريق للفن الحديث. واللي لقيته كان غريب، في رسومات كانت فعلا وحشة، مشاهد متكلفة بعضها عنيف، والناس مرسومين بشكل هاوي. صحيح في شوية لوحات كانت بتلمح لسيزن اللي هيجي بعد كده، بس الأغلبية ما كانتش كده. هل ده معناه إن سيزن في الأول ما كانش موهوب؟ ولا هو كان محتاج وقت علشان يبقى سيزن اللي احنا نعرفه دلوقتي؟ الناس اللي عندهم عقلية النمو أو القابلة للتطور عارفين إن الإمكانيات بتاخد وقت عشان تزهر. من قريب كده جالي جواب غاضب من مدرس كان شارك في أحد الاستبيانات بتاعتنا. الاستبيان كان بيعرض حالة افتراضية لطالبة اسمها جينيفر، جابت 65% في امتحان رياضيات، وبنسأل المدرسين كانوا هيتعاملوا معاها ازاي. المدرسين اللي عندهم عقلية ثابتة كانوا بيجاوبوا، كانوا حاسين ان هم لما يعرفوا درجة جينيفر يقدروا يعرفوا هي مين وقدراتها ايه، وكان عندهم اقتراحات كتير. بس مستر ريدن كان غاضب جدا وكتب كده: لمن يهمه الأمر. بعد ما خلصت الجزء الخاص بالمعلمين في الاستبيان الأخير، بطلب إن نتيجتي ما تدخلش في الدراسة. أنا شايف إن الدراسة نفسها مش مبينة بشكل علمي، مش مبينة أي أساسيات بشكل علمي. الامتحان مبني على فرضية غلط، وبيطلب من المعلمين يحكموا على طالبة من مجرد رقم مكتوب. الأداء ما ينفعش يتقيم بتقييم واحد بس، ما ينفعش تحدد ميل خط بنقطة واحدة، لأن ما فيش خط أصلا. نقطة واحدة في الزمن مش بتوضح اتجاه ولا تحسن ولا مجهود ولا حتى قدرة رياضية. أنا انبسطت قوي من كلام مستر ريدن، وكنت متفقة معاه تماما. تقييم واحد في لحظة واحدة ملوش قيمة كبيرة في إنك تفهم قدرات شخص، ناهيك كمان عن مستقبله. اللي زعلني بقى إن عدد كبير من المدرسين كانوا شايفين العكس، وده كان هدف دراستنا. الفكرة إن تقييم واحد يفضل يحكم عليك للأبد هي اللي بتخلق الإحساس بالضغط عند الناس اللي هم عندهم عقلية ثابتة. عشان كده بيكون لازم ينجحوا بشكل مثالي وفوري. مين يقدر يضيع وقت في التطور لما كل حاجة على المحك ودلوقتي حالا؟ في طريقة تانية نقيس بيها الإمكانيات. وكالة ناسا كانت عاملة طريقة جديدة، وكانت شايفة كده لما كانوا بيدوروا على ناس يقدموا لرحلات الفضاء. ما اختاروش الناس اللي كان سجلهم كله نجاح، لا بالعكس، اختاروا الناس اللي فشلوا فشل كبير وقدروا يرجعوا تاني بعد الفشل ده. يعني عندك مثلا جاك ويلش المدير المشهور لشركة جنرال إلكتريك، كان بيختار المدراء بناء على الممر أو المساحة اللي عندهم للتطور.
وفاكرين مارينا سيميونوفا معلمة الباليه المشهورة اللي كانت بتختار الطلبة اللي بينشطوا لما حد ينتقدهم؟ كلهم كانوا رافضين فكرة إن القدرة حاجة ثابتة، وكانوا بيختاروا على أساس العقلية، إثبات إنك مميز. لما الناس اللي عندهم عقلية ثابتة يختاروا النجاح بدل التطور، هم بيحاولوا يثبتوا إيه؟ إن هم مميزين، ويمكن كمان أحسن من غيرهم. لما سألناهم إمتى بتحس إنك ذكي، كتير منهم اتكلموا عن اللحظات اللي حسوا فيها إن هم أشخاص مميزين، مختلفين وأفضل من الناس التانية. قبل ما اكتشف العقلية دي وافهمها، أنا كمان كنت شايفة نفسي أذكى من غيري، يمكن كمان كنت أستحق أكتر منهم علشان عندي مواهب. بس أكتر فكرة كانت بتخوفني وكنت بقى نادرا ما أفكر فيها هي احتمال إني أكون عادية. التفكير ده خلاني محتاجة دايما تأكيد من الناس. كل تعليق، كل نظرة كانت بتسجل عندي على مقياس الذكاء ومقياس الجاذبية ومقياس المحبة. لو اليوم عدى كويس كنت بحس إني طايرة في السماء. مرة في ليلة الشتاء برد جدا رحت الأوبرا. الليلة دي كانت مثالية، وكل الناس قعدوا لحد الآخر، مش بس لنهاية العرض، دول قعدوا كمان بعدها بشوية. بعد كده نزلنا كلنا الشارع وكلنا عايزين تاكسي. فاكرة اللحظة دي كويس، كانت درجة الحرارة حوالي 7 درجات بعد نص الليل، والرياح جامدة قوي. وكل ما الوقت بيعدي كنت ببقى أكتر في حالة بؤس شديد. يعني كنت واقفة وسط الزحمة شبههم زيهم. ايه الفرصة اللي عندي؟ فجأة جه تاكسي وقف جنبي بالظبط، وكانت ايدي قصاد الباب الخلفي للعربية. كانت ايدي قدها بالظبط، وانا داخلة السواق قال لي انتي مختلفة. كنت بعيش عشان اللحظات دي. مش بس كنت مميزة، ده كمان واضح من بعيد. حركات تقدير الذات بتشجع النوع ده من التفكير، واخترعت أدوات تساعدك تأكد بيها إنك أميز. من فترة قريبة شفت إعلان لحاجة كده، 2 من صحابي بيبعتولي كل سنة قايمة مرسومة بأغرب 10 حاجات ما جابوهاش في الكريسماس من يناير لديسمبر. بيجمعوا الحاجات دي من الإنترنت والكتيبات، وفي ديسمبر بيختاروا الفايزين. واحدة من أكتر الحاجات اللي ضحكتني كانت تواليت جيب اللي بتستخدمه وبعدين ترجعه في جيبك. والسنة دي أكتر حاجة عجبتني كانت مراية مكتوب عليها أنا بحبني بحروف ضخمة وواضحة، ولما تبص في المراية توصل الرسالة دي لنفسك من غير ما تستنى العالم يعترف بيك. طبعا المراية دي مش ضارة لوحدها، المشكلة لما مميز يبقى معناها أحسن من غيرك، إنك إنسان له قيمة أعلى، إنك شخص أرقى، شخص له أحقية. جون ماكنرو كان عنده عقلية ثابتة، كان مؤمن إن الموهبة هي كل حاجة. ما كانش يحب يتعلم، ما كانش بيعيش على التحديات. لما الأمور كانت بتصعب كان بيستسلم، وعلشان كده باعترافه هو ما وصلش لإمكانياته الكاملة. بس موهبته كانت جبارة لدرجة إنه كان رقم 1 في التنس ده على مستوى العالم لمدة 4 سنين، وده اللي قاله عن شعوره وهو في القمة. ماكنرو كان بيستخدم نشارة الخشب علشان يمتص العرق من ايديه وهو بيلعب. فمرة النشارة ما عجبتهوش، فراح حدف العلبة وخبطها بالراكت ووقعها وقال هي دي نشارة؟ انت بتسمي دي نشارة؟ وكان فعلا بيزعق. النشارة ما كانتش مطحونة كويس، ده شكلها سم فيران، مفيش حاجة بتتعمل صح، انتوا ما بتعملوش حاجة على أساس أبدا. راحوا جريوا وجابوا له علبة جديدة من النشارة الخشنة بعد 20 دقيقة. اضطر بعد كده العامل انه يطحن له خشبة، ودي كانت حياته وهو رقم 1، وهو بيتنرفز وبيزعق مع الناس. هو كمل وقال لنا عن مرة هو فيها رجع
وتعامل بطريقة غير لائقة مع ست يابانية محترمة كانت قدمت له هدية. عشان نعمل مقارنة ونشوف مايكل جوردن اللاعب الرياضي اللي عنده عقلية قابلة للتطور واللي العالم كله بيشوفه عظيم وبيدعوه سوبرمان، هو قال: أنا اتصدمت من مستوى الهوس اللي رجوعي للعبة عمله للناس فيا. الناس بتشكرني كأني طائفة دينية، وده كان محرج جدا. أنا بني آدم زي أي حد. جوردن كان عارف قد إيه تعب عشان يطور نفسه. هو شخص كافح وتعلم، مش حد مولود أحسن من غيره. عندنا كمان توم وولف في كتابه The Right Stuff بيتكلم عن طيارين عسكريين مميزين جدا وبيحبوا عقلية الثبات. دول بعد ما عدوا اختبارات صعبة بيشوفوا نفسهم ناس مميزة، مولودين أذكى وأشجع من غيرهم. لكن تشاك بيجر بطل الكتاب ده كان رأيه مختلف. قال: مفيش حد اتولد طيار طبيعي. مهما كانت مواهبي أو قدراتي، إنك تبقى طيار ممتاز ده معناها شغل جامد وتعليم مستمر. أحسن الطيارين بيطيروا أكتر من غيرهم، عشان كده هم الأفضل. زي مايكل جوردن، هو بني آدم بس قدر يقدر نفسه أكتر من أغلب الناس. الملخص إن الناس اللي عندهم عقلية الثبات بيحسوا بضرورة النجاح، ولما بينجحوا ممكن يحسوا مش بس بالفخر لكن بالكبرياء، لأن النجاح معناه إن صفاتهم الثابتة أحسن من صفات غيرهم. لكن ورا الاحترام للنفس ده سؤال بسيط: لو أنت لما تنجح بتبقى حد معين، يبقى أنت مين لما تفشل؟